السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا بنات زي ما انتم شايفين كده هنعمل السردين المخلل مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. وبصي بقى، مش هتلاقيه اطعم من السردين اللي هتعمليه من ايديكي، هيطلع تحفة بجد. اهم حاجة يا بنات هنعمل كام تركة كده مع بعض في السردين، هيطلع تحفة بجد معاكي. يلا بقى بينا نسمي الله كده وندخل على الفيديو على طول. اول حاجة انا جبت السردين ده سردين البلدي، ودي البسارية. مش عارفة بقى انتوا بتسموا البسارية دي عندكم في بلادكم ايه، او في البلد اللي انتوا قاعدين فيها اسمها بسارية برضو ولا ليها اسم تاني. اما السردين البلدي ده بقى انا جبته السمكة اللي هي اللي بتلمع قدامك، اللي الخياشيم بتاعتها لون بينك كده. كمان السمكة نفسها ريحتها حلوة يا بنات، يعني مش مفعصة كمان، يعني مش مهرية. لا، السمكة نفسها بتبقي شايفاها كده. بتعرفي الفرق بين السمكة الكويسة والسمكة اللي مثلا اللي كانت غايبة بقالها فترة، او فاهمين قصدي. طبعا انا جبته وغسلته كويس جدا وحطيته في مصفى كده، وتحت المصفى بولة، وحطيت عليهم عصرة ليمونة كده من فوق، وغطيتهم باكياس وحطيتهم في التلاجة. طيب الخطوة دي لازمتها ايه؟ الخطوة دي بتنزل اي دم او اي مية في السردين ريحتها مش كويسة. تمام. بعد كده بقى معايا هنا الملح اللي احنا هنبهر بيه. طبعا الملح ناعم معايا، كمان معلقة من الكركم، معلقتين كبار من الشطة. ممكن كمان لو حابة تضيفي بابريكا ممكن تحطي معلقة صغيرة. تمام. اهو يا بنات انا بعمل الطريقة دي من زمان وبيطلع تحفة بجد. مش بشتريه من بره خالص، لا حاجة ما هياش مكلفة كمان يعني. ال الكمية اللي انت عايزاها مثلا، بدل ما تروحي تدفعي فيها سردين المخلل والفسيخ والحاجات دي يا بنات بتبقى مكلفة شوية. طيب لو انت عاوزاه ويبقى عندك على طول وقت ما يطلع، يعني وقت ما يبقى بيجي كده في اوقات في السوق بتلاقيه ظهر بغزارة. تمام. تجيبي بقى كده وتعملي السردين بتاعك ده، ويبقى عندك موجود على طول. على الاقل انت عارفه انت حاطه فيه ايه، غسله كويس ولا لا، عامله التتبيله بتاعته ايه. فاهمين قصدي يا بنات طبعا. بعد كده بقى جبت اي علبة مربعة عندي، او يعني اي علبة تاخد الكمية بتاعتك. تمام. بحط فيها كده كيس. وكمان بحط فيها رشة ملح من الملح اللي احنا مبهرينه ده من تحت كده. وببدأ ارص السمك زي ما انتوا شايفين عكس يعني عكس بعضه. تمام. عشان العلبة تاخد اكبر كمية معايا. ولازم يا بنات تكون العلبة اللي انت هتعملي فيها على قد الكمية اللي معاكي بالظبط، يعني ما تكونش واسعة او مبهوقة عليها، وما تكونش كمان ضيقة عليه. تمام. وببدأ احط بقى رصة، وبحط ملح، وبرجع احط رصة تانية، وبرجع احط الملح. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبرش كمية كويسة طبعا من الملح، وببدأ اعمل الطبقة اللي بعدها. اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجة اما تيجي تختار السمكة، تختار السمكة الكويسة، تختار السمكة اللي ريحتها حلوة، تختار السمكة اللي لسه بلمعتها. فاهمين؟ طبعا كلكم ستات بيوت وكلنا بنتعلم من بعض. بعد كده بقى جبت حطيت كده عصرة ليمونة على الوش اهو. وكمان جبت حوالي عن ربع كوباية كده من الزيت. الزيت اهو يا بنات، هقول لكم فايدة الزيت. الزيت ما بيخليش السردين لو غاب عندك ما يخلوش يعمل ريم ابيض كده على الوش. وكمان لما بتيجي تطلعي كده السمكة بتلاقيها سايحة معاكي زي الزبدة كده، وناعمة معاكي ومش مهرية. تمام يا بنات. اهو اهم حاجة بقى بعد ما خلاص خلصنا وعملنا السردين ملحناه، نقفل كويس جدا اي الكيس معانا نطلع فيه اي هوا منه يا بنات نطلعه، لان طبعا الهوا بيفسد الحاجات دي. تمام. اهو غطيته. بعد كده بقى هنعمل البسارية بنفس الطريقة. جبت كده برضو علبة وحطيت فيها رشة ملح من تحت اهو. بس البسارية بقى مش هينفع تترص،
يعني البسارية لان هي بتاخد وقت كبير شوية، وكمان يعني هي حجمها صغير، فبنحط بنفردها كده في العلبة، وبعد كده نحط كمية محترمة من الملح بحيث ان كل السمك نفسه يعني يشرب من الملح. تمام. وببدأ احط الطبقة اللي بعد كده اهو، وافردها اهو، وبعد كده بقى هحط الملح، وبعد كده هعمل الطبقة اللي بعديها اهو يا بنات. طبعا طريقته سهلة وبسيطة جدا، وكمان انتي منضفاه وعارفة عاملاه ازاي. و كل سنة وانتوا طيبين بقى، شم النسيم والحاجات دي بقى بتنفع في الاوقات اللي زي دي، في اكلة كده حرشة الواحد بيبقى عايز تغيير، يعني الحاجات دي برضو بتبقى جميلة كده، وبالذات لما بيبقى في لمة يا بنات بتبقى تحفة بجد. اهو كده خلاص انا خلصت كل الكمية اللي معايا، وحطيت بقى باقي الملح اللي معايا كده على الوش. هبدأ برضو اعصر عصرة ليمونة، واحط ربع كوباية كده من الزيت على الوش اهو يا بنات. اهو كده هبدأ احط ربع كوباية زيت كده على الوش، وهبدأ برضو اقفل الكيس بتاعي كويس جدا جدا جدا، او اطلع اي هوا فيه. طبعا انا بضغط كده، يعني ايد بتضغط وايد بتطلع الهوا اهو. وبعد كده هقفله كويس برضو واغطيه كده. خلاص خلصنا. في خطوة تانية بقى لازم تعمليها، لازم تضغطي الحاجات دي، يعني لازم تضغطي العلبة او تضغطي على السردين نفسه. طب هتضغطي ازاي؟ تحطيه في اي ضلفة عندك كده، وتحطي فوقيه تقل. تقل يعني مثلا اي حاجة تقيلة عندك تحطيه فيها، ممكن حتى لو ما عندكيش حاجات من دي، ممكن برطمان وتمليه مية وتحطيها فوقيه. هنفتح عليه بقى بعدها ب3 ايام او اسبوع يكون استوى براحته. وهو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وسلام.